أهلا بكم في حلقة جديدة في تلفزيون الشروق مع جوليا تامر. النهاردة موضوعنا مختلف، موضوعنا عن سلوك غريب بقى متداول بشكل كبير بين الناس. موضوعنا النهاردة عن التنمر. التنمر ده للأسف سلوك هدام ويتنافى تماما مع المبادئ والقيم والأخلاق بين البشر. عشان ربنا خلقنا كلنا زي بعض، مفيش فرق بيننا، وحتى لو في فرق فأكيد ربنا مميز كل واحد عن التاني بحاجة مختلفة وجميلة، لكن مفيش حد أزيد مني في حاجة ولا أقل مني. لكن كلنا تقريبا اتعرضنا للتنمر بشكل أو بآخر، ويعتبر التنمر بالمعنى الأدق هو السخرية والاستهزاء من الشخص اللي قدامك، وللأسف ده بيؤدي للإنسان أذى نفسي بشكل كبير ودايما يحسسه بالضعف والمهانة. وهنلاقي كمان كذا نوع من التنمر. هنلاقي مثلا التنمر اللفظي، وده بيكون فيه ألفاظ وعبارات سخرية واستهزاء من الشخص اللي قدامك. وهنلاقي كمان التنمر الجسدي، وهو التعدي على أي شخص سواء بالضرب أو الإيذاء. وهنلاقي كمان التنمر العاطفي، وهو الاستهزاء بمشاعر الناس وأحاسيسهم. للأسف التنمر ده صعب قوي، وأصبحت ظاهرة مخيفة ومتعبة لأي حد بيتعرض للتنمر، عشان ده بيسبب لهم شعور سلبي، وهو الاكتئاب والتوتر والقلق لأي حد بيتعرض للتنمر. ولازم كلنا نسعى لعلاج الظاهرة الهدامة دي، وإننا نبدأ في بناء أجيال على القيم الحميدة والمساواة بين الناس. ولازم كلنا نعرف إن كلنا زي بعض، مفيش حد مميز عن التاني، إن كلنا فينا المميزات والعيوب. وفي النهاية لازم كلنا نسعى إن يبقى فيه تجريم لفعل التنمر من خلال القانون، عشان نحمي الناس ونحمي نفسنا من الفكرة الغريبة والهدامة دي. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا في برنامج فضفضة، واستنونا الحلقة الجاية.